الصابلي ديالي ها هو وجا غزال، ما نعاود لكمش عليه، رائع. الا عجبكم الفيديو ديالو خرج كميه كبيره تبارك الله، خرج كميه كبيره. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الحباب ديالكم والاصدقاء، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا، يدير ليا لايك وكومونتير يكون زوين. هائل 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 هائل. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. أهلا وسهلا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد بغيت ندير الصابلي وبغيت نتشاركو معكم، وغادي نبداو على بركه الله باش نديروا المقادير. انا غنضوب المقادير، ولكن غادي نقول لكم المقادير ديال ربعه ديال الزبده. عندنا ربعه ديال الزبده، انا غادي ندير نص كيلو ربعه ديال الزبده، كنديروا فيها 3 ديال البيضات. ربعه الزبده كنديروا فيها 3 البيضات وكاس ديال السنيده. ولا ما كانش عندكم الساشي ديال الزعتر ديروا، انا درت البرتقال محكوك. وعندنا كاس ونص ديال الزيت وثلاثه ديال البيضات. وعندنا هنايا بحال دابا الا درتو رابعه، انا دابا هنا دايره كاس ديال اللوز مطحون وكاس الجنجلان، حيت غادي ندير نص كيلو ديال الزبده. مقادير مدوبله. بالنسبه للرابعه كديروا كاس ممزوج هو واللوز والجنجلان مطحونين مزيان، ها هو الشكل ديالهم. ودابا غادي نبداو على بركه الله، وقبيصه ديال الملح وشويه ديال الخل. صافي هادشي اللي كاين. الخل كنديروه مع بيضه، كنطربوا البيضه مع الخل، هو اللي غادي ندهنوا به وجه ديال الصابلي، وغادي نفندوه باللوز او كاوكاو كومكاسي. المهم انا عندي كاوكاو كومكاسي هو اللي غادي نهروش، غادي ندير فيه سميتو، غادي نمرمد فيه الحلوه ديالي، الصابلي ديالي. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غناخذوا هاد الهاشوار وغادي نديرو فيه الزبده. انا كما قلت لكم غادي نضرب المقادير، غادي ندير نص كيلو ديال الزبده. هنايا نص كيلو ديال الزبده، وغادي ندير جوج كيسان ديال السنيده ما مملوئينش، يعني ما بغيتش ندير الحلوه تكون هكذا، الصابلي تكون حلوه بزاف. بحال هذا غندير هذا هكذا، هذا عامر هكذا، وغادي نعاود ندير الاخر بحال كتر من النص وصافي، بحال هكذا. هاد القدر هذا بحال كاس ونص، يعني جوج الكيسان. نتوما الا كنتو غديروا المقادير مدوبلين كديروا جوج الكيسان، كنتو غادي ديروا غير مقادير وحده كديروا كاس. انا ما كنبغيش حلوه ولا الصابلي تكون هكذا المقادير ديال السكر ديالها مضبوطه، كنبغيش تكون شويه هكذا ناقصه. المهم غادي ناخذوا هذا الشيء وغادي نزيدوا عليه الزيت حتى هو. غادي نديرو هنا بحال دابا رابعه الزبده كنديرو فيها، نديرو عليها كاس ونص، ونص كيلو غادي نديرو 3 ديال الكيسان، 3 الكيسان ديال الزيت. 3 الكيسان بالنسبه نص كيلو ديال الزبده. صافي. وكناخذوا المقادير ديالنا وغادي نطحنوهم. غادي نزيدوا هاد الجيس ديال البرتقال مع قبيصه ديال الملح. الملح راه ضروري كيحسن الذوق. صافي. وغادي نطحنوه مزيان.
حناهم حتى ولاو بهذا الشكل هذا كريمي، لان هاد الهاشوار كتسهل الخدمه، ما كتخليكش تعذبي تبقاي تحكي في الزبده، والبيض والزبده يكونوا بدرجه حراره ديال المطبخ. دابا هنايا بالنسبه لكم الا كنتو بغيتو ديروا ربعه الزبده كديروا 3 البيضات، انا غادي ندير 6 ديال البيضات. بسم الله. البيضه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. ها هما دابا هنا 6 ديال البيضات، وعاوتاني غادي نعاود ندورهم في الهاشوار، وغادي ندير بحال دابا. بالنسبه الخليط ديالي ها هو وجد، تبارك الله. هاد الصابلي راه كيجي فيه كميه كبيره. وهنا غادي ناخذ الاناء ديالي وغادي نصب فيه هاد الخليط. شفتوا هاد الهاشوار ما شاء الله عليها الصراحه، يعني حويدقه مع راسها، دغيا كتقضي الغرض ديالك ودغيا كتسالي. ما كاين لا بقى تحك بيديك ولا يديك ولا يخليك. صافي غادي دابا غادي ندير سميتو ديالي اللوز والجنجلان اللي طحنو مزيان باش كيجي زوين. ملي كتكونوا كتاكلوا في ديك الصابلي كتحسوا بلا راكم كتاكلوا شي حاجه رائعه الصراحه. صافي كنبدا كندير الدقيق كنبدا نغربل في الدقيق. صافي كندير الدقيق، غنبدا ندير الفرص نغربلو. وعندي 2 ديال الخمارات، هما المقادير فيهم 2 الخمارات واخا في رابعه، ولكن غندير انا 2 الخمارات في نص كيلو ديال الزبده. نفس المقادير ديال الخماره كدار واخا في رابعه ولا نص كيلو. نتوما الا درتو رابعه غديروا 2 خمارات. صافي غنبقى نضيف هاد القياس ديال الدقيق وغادي نخلط المقادير ديالي. ولا خصني الدقيق غادي نزيد عمر الدقيق، ما غادي يمكن شي واحد يقول لك الدقيق مضبوط، لان الدقيق حسب الخليط حسب الخليط. صافي كنبدا نخلط فيه، الا خصني الدقيق كنزيد. غادي نعاود نزيد الدقيق. الفرص يكون من نوعيه ممتازه. انا دايره الفرص ديال سميتو ديال ميمونه. المهم عطا الله الانواع، عطا الله الانواع. انا كتعجبني ميمونه، كندير بها كتعجبني. صافي وهانتوما معايا البنات نجمع العجينه وانا معاكم. وهذه هي العجينه ديالي. كنورقوا العجين من بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا في الثلاجه، ورقتها وكنقطعها بهذا الاطار هذا او بالكاس او باش ما كان. المهم باش ما كان كنقطعها، ومن بعد ندهنها شويه ديال البيض اللي مخلط مع الخل. هذا هو سميتو ديالها، السمك ديالها ما خصهاش تكون رقيقه، حيت ما غنديروش وحده فوق وحده، غادي نديرو غير وحده. شتيها ها هي كندهنها بالبيض اللي خلط البيض كله بلا ما تحيدوا الصفار ولا خلطوا البيض مع الصفار مع شويه ديال الخل، طربوه مزيان وكندهنهم بهذا الشكل هذا. صافي وكنديرهم في هذا اللوز كومكاسي. هذا اللوز درت فيه واحد المعلقه صغيره بعد ما سلقته، معلقه صغيره ديال الزويته، وخلطته مزيان ودرته في اللاطه وقابلته في الفران، حيت خصكم تقابلوه يعني ما تسهوش عليه. صافي
وصافي كتبقاو تتقطعوها هكذا وانتم غاديين. وانا درت شي حبات ها هما، درتهم بديتهم ها هما. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه ويدير ليا لايك وشي كومونتير يكون زوين. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو ملي نطيبوا الحلوه ديالنا ونوريكم كيفاش جات الحلوه الصابلي ديالي. نتلاقاو الكبيدات. الصابلي ديالي ها هو وجد وجا غزال، ما نعاود لكمش عليه، رائع. ولا عجبكم الفيديو ديالو خرج كميه كبيره تبارك الله، خرج كميه كبيره. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الحباب ديالكم والاصدقاء، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا يدير ليا لايك وكومونتير يكون زوين. هائل 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 هائل. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.